إذا مبروك للإطار الوطني السلامي. فجمال السلامي كيحقق انتصار مهم وانتصار هام بزاف في تاريخ الأردن، كيقرب المنتخب ديال الأردني من كأس العالم، لأن كان محتاج اليوم 3 نقاط مهمة من عمان اللي انتصر بثلاثية لصفر. علي علوان كيسجل هاتريك تاريخي. فالعمل اللي دارو حسين عموته كيكملوا الإطار الوطني جمال السلامي وكيقطع أشواط كبيرة باش أنه يمشي كأس العالم. هنيئا للنشامة، هنيئا للمنتخب الأردني، هنيئا للشعب الأردني اللي صراحة الله كيستحق هذه الفرحة وكيستحق وكيأكد القوة ديالو في كأس آسيا. قدم كأس آسيا في المستوى على جزئيات بسيطة كياخذ اللقب، وكيأكد القوة ديالو بأنه العمل اللي كان في كأس آسيا ماشي زهرة كما كنقولوا هنايا، بأنه كان عمل وكان تخطيط. والآن كينتصر انتصار مهم، كتولي عنده 16 نقطة. 16 نقطة. المنتخب العراقي عنده 12 نقطة، المنتخب ديال كوريا الجنوبية عنده 16 نقطة سوا. وبالتالي باش يتأهل المنتخب ديال الأردن خاص العراق يتعكل، خاص العراق يتعادل أو لا ينهزم. نتمنى من الله المنتخب ديال العراق حتى هو ينتصر، لأن إلا انتصر عتولي عنده عتولي عنده 15 نقطة. ولكن عاد صعب، لأن كنظن أن كوريا الجنوبية فهو تأهل يعني بغض النظر عن النتيجة ديالو اليوم. وبالتالي هنيئا للمنتخب الأردني اليوم انتصار، هنيئا للشعب الأردني كيستحقوا هذه الفرحة هذه. ونتمنى من الله في الماتش الجاي مع العراق ينتصروا على العراق ويتأهلوا، لأن كنظن أن صعيب يتأهل العراق مع الأردن، واحد فيهم يدوز. وحنا المتميز ديالنا هو يدوز جمال السلامي، كنتمنى له التوفيق. هادشي اللي كاين الإخوان، تهلاو لي فراسكم.